كانت مملكة تدمر والتي ازدهرت في حوالي عام 300 قبل الميلاد ببلاد الشام من الممالك القوية، وكانت تمثل الحد الفاصل بين الإمبراطورية الفارسية في الشرق والإمبراطورية الرومانية في الغرب، وكانت تمثل طريقا هاما للقوافل التجارية ما بين أوروبا وآسيا. كانت تدمر عاصمة المملكة وواحدة من أهم مدن العالم القديم آنذاك. ارتبط تاريخ تدمر بالإمبراطورية الرومانية والتي خضعت لها في عهد الإمبراطور تيباريوس، إلا أنها تمتعت بحكم شبه ذاتيا في حوالي عام 129 ميلادية في عهد الإمبراطور أدريان. في عهد الملك أزينا الثاني ملك تدمر والذي اعتلى عرش تدمر في حوالي عام 258 ميلادي، اندلع الصراع الثاني بين الإمبراطوريتين العظمتين الرومان والفرس، إذ انتصر الفرس على الرومان في معركة أديسا. قام أزينة بعد ذلك بتجميع بقايا الجيش الروماني المهزوم، واستطاع هزيمة الفرس وردهم عن حدود الأراضي التي انتزعوها من الرومان. وقام الإمبراطور الروماني بإعطائه لقب ملك الملوك، إلا أن طموحه في توسيع مملكته جعله يصطدم بعد ذلك بالرومان أنفسهم، إلى أن تم اغتياله عام 267 ميلاديا. وهنا يظهر اسم واحدة من أشهر حكام تدمر تاريخيا، إنها الملكة زنوبيا، والتي تولت عرش المملكة بعد مقتل زوجها أزينا الثاني كولاية على العرش لابنها. ازدهرت تدمر في عهد زنوبيا وأنشأت جيشا قويا، واستغلت اضطراب أوضاع الإمبراطورية الرومانية وأعلنت استقلال مملكتها عن الحكم الروماني، وبالتالي ساءت العلاقة بين زنوبيا والإمبراطورية الرومانية، والتي أرسلت جيشا لإخضاع مملكة تدمر، إلا أن جيوش زنوبيا استطاعت هزيمة الجيش الروماني. واستطاعت زنوبيا بعد ذلك توطيد حكمها في سوريا وبعضا من أراضي الأناضول. كانت زنوبيا ملكة طموحة تحاول توسيع مملكتها على حساب الإمبراطورية الرومانية، وقد توجهت بجيوشها لغزو مصر والتي كانت خاضعة للإمبراطورية الرومانية، واستغلت انشغال الرومان بمحاربة القبائل الجرمانية في غرب أوروبا. واستطاعت جيوش زنوبيا من هزيمة الحماية الرومانية الموجودة بمصر وإخضاع مصر لحكم مملكة تدمر. حاول الإمبراطور أورليان التفاوض مع الملكة زنوبيا لإيقاف توسعاتها، والتي أظهرت في بداية المفاوضات بعض التبعية للإمبراطورية الرومانية، إلا أنها بعد ذلك أمرت بمنع إرسال الحبوب المصرية إلى روما، مما أغضب الإمبراطور الروماني، وأمر بتجهيز جيش ضخم بقيادته شخصيا لتدمير مملكة تدمر. التقى الجيشان قرب مدينة أنطاكيا في معركة كان النصر فيها حليف الرومان، وهزمت جيوش الملكة زنوبيا. على أثر تلك المعركة دخلت الجيوش الرومانية مملكة تدمر واستطاعت اجتياح عاصمتها. حاولت زنوبيا الهروب للاحتماء بالإمبراطورية الفارسية، إلا أنه تم القبض عليها وإرسالها وهي مقيدة إلى روما، حيث تم إذلالها وعرضها في موكب نصر مهيب في شوارع روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية. ماتت الملكة زنوبيا، ولم يؤكد تاريخيا على الطريقة التي ماتت بها، إلا أنه بموت زنوبيا انتهت أسطورة مملكة تدمر. فضلا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.